السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. منذ قليل طبعا انتهت مباراة مصر والإمارات بخيبة أمل كبيرة جدا جدا لكل المصريين. حلم طولان بدأ طبعا بتشكيل مكون من محمد بسام، أمام منه ياسين مرعي ورجب نبيل على اليمين، أكرم توفيق، وعلى اليسار يحيى زكريا، وفي عمق الملعب غنام محمد، وقدام منه طبعا عمرو السولية ومحمد النني، وعلى اليمين كجناح مصطفى سعد ميسي، وعلى اليسار إسلام عيسى، وفي المقدمة مروان حمدي. طبعا تشكيله غير موفقه بالمره. كابتن حلمي طولان اتكلمنا وقلنا طبعا من الماتش اللي فات بان طبعا الشكل العام كان عامل ازاي. كنا سيئين جدا جدا في ظل ان انت اصلا الفرق اللي قدامك الكويت كانت مسلماك كل الخطوط، ولكن قلنا قلب الملعب لازم يكون فيه حد من الاثنين، سواء عمرو السوليه او محمد النني لم يتحملهم خط الوسط الاثنين مع بعض. الاثنين كبار في السن، الاثنين عندهم قرعه عقيمه جدا جدا. النهارده شفنا ده كمان في الملعب. طبعا يعني اللي احنا بنتكلم عليه ده لما حصل طبعا في الشوط الثاني واتغيرت طبعا الامور، قلنا لازم اكرم توفيق يتحط في قلب الملعب حتى مكان غنام محمد، وابدا احط قدام منه اسلام عيسى، وكمان حد كمان يكون في وسط الملعب كمان جنب منه يكون هو سواء بقى عمرو السوليه او النني، واحد من الاثنين. الملعب ما يتحملهمش الاثنين مع بعض، وكنت اشوف ان لا، الاثنين ما ينفعوش اطلاقا. ممكن ابدا كمان بحد زي قفشه، مع ان قفشه برضه مستوياته مش افضل حاجه، يعني حتى لما نزل النهارده ما اداش المستوى المطلوب منه. لعيب قلنا بيدور على اللقطه، لعيب ما عندوش طبعا ايجابيه على المرمى، ما بيعرفش يسدد اصلا. الحمد لله بفضل الله ربنا كرمه اصلا بالقاضي دي، بكل دعوات النادي الاهلي طبعا وكل جماهير النادي الاهلي ليه. ان كان طبعا ربنا سبحانه وتعالى كلل الشوطه بتاعته دي بالجون، لكن بعد منها اصلا قفشه ما بيعرفش يشوط اطلاقا. كل كوره بيسددها خارج المرمى، ما فيش اصلا تسديده داخل المرمى. ففي مشكله كبيره جدا جدا. جات له كوره النهارده في منتهى الخطوره، حطها له اسلام عيسى، لو حطها له على طول كان اسلام عيسى هيروح منه للجون، كان يقدر يتعامل على المرمى ويحطها هدف. ولكن طبعا شاطها بمنتهى السوء. فده اللي احنا شفناه لما عاد الملعب طبعا كابتن حلمي طولان في وسط الملعب، وبدا يحط كل واحد في حتته. قلنا تلعب مكان اكرم توفيق تحط جنب مكانه كريم العراقي، وعمل ده بشكل كويس جدا، او اللعيب بتاع سيراميكا طبعا احمد هاني بيأديها بشكل كويس جدا جدا برضه. وتعادلت الملعب زي ما قلنا، وقلنا طبعا برضه مصطفى ميسي النهارده كان اسوأ لاعب في المباراه النهارده. في خلال الشوط الاولاني ما كانش متواجد اطلاقا. وقلنا طبعا اسلام عيسى لازم من هنا ينزل قلب الملعب ويتحط مكانه مصطفى شلبي، كنت تعدل الملعب بتاعك بشكل كبير جدا جدا. مصطفى شلبي في الواحد على واحد وفي الاختراقات بيقدر يعملها بشكل كويس جدا جدا، وفي العرضيات كذلك الامر، وبيقدر يخش برضه يقتحم ال 18 سواء في الرأسيات او بالتصويبات، بيقدر يعملها بشكل حلو جدا جدا. وبرضه شفنا ميدو جابر لما نزل برضه قدر يعمل نوش ويعمل مشكله كبيره جدا جدا لدفاع الامارات. فالنهارده انت لما عدلت الملعب يعني نوعا ما بدات تروح وبدات تهاجم وبدات تعمل شغل كبير، ولكن قبل كده كنا سيئين جدا جدا جدا. واللي حذرت منه طبعا قبل المباراه وقلت يا جماعه احنا عندنا مشاكل كبيره جدا جدا في الرقابه سواء من العرضيات، وقلت الكلام ده كله في فيديو قبل المباراه. وقلت برضو تاني مشكله كبيره عندنا طبعا المرتدات بتعمل عليك بشكل كبير جدا جدا، وما بتقدرش تعمل معاه بشكل كويس جدا. عندنا ازمه كبيره جدا جدا في منتخب مصر، الكور الثابته اللي بتبقى حوالين ال 18 او من الركنيات، كذلك الامر في الكور اللي هي بتبقى المرتدات علينا بتمثل خطوره كبيره جدا جدا. وبرضه النهارده الحمد لله اللي احنا اتكلمنا عليه واللي انا حذرت منه قبل المباراه حصل النهارده بالهدف من المرتده، وجاب برضه تيبيكال اصل هدف كارثي طبعا. ما يخش في منتخب كبير ما انتش قادر تعطل الهجمه، ما انتش قادر تعامل في المرتدات بشكل كويس جدا. وده تاني ماتش على التوالي يتعمل معاك نفس المشكله، وده اللي انا حذرت منه قبل المباراه مباشره. فالحمد لله بفضل الله لينا نظره استباقيه الحمد لله. احنا بتوع كوره مش بتوع يعني اي حاجه ثانيه. ذلك الامر برضه بالعرضيات، ولكن قدرنا نتعامل النهارده مع العرضيات بشكل كويس. وطبعا بقى معانا يعني حاجه مفرحه لكل الاهلاويه النهارده. قلنا بيراميدز يعني فرقه ما تسترش، ما بتلعبش على البطوله، لسه هتخسر نقط كتير، ولسه الزمالك طبعا زي ما احنا شايفين في انهيار مستمر. طبعا النادي الاهلي هيرجع ان شاء الله، وقلت الكلام ده من زمان، قلت الحمد لله بفضل الله النادي الاهلي هيرجع وهياخد الدوري ان شاء الله باذن الله. وكمان يعني خلال الفتره اللي جايه بعد يناير هتفرج على النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا، وهو هيبقى مسيطر ومهيمن. يعني الدوري هيرجع يا جماعه، او بدايه الدوري هتبقى بعد يناير. فطبعا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيكتسح كل الفرق باذن الله في خلال فتره يناير، خاصه بالتدعيمات اللي انت تعملها على مستوى خط الهجوم او خط الدفاع، او طبعا على الجبهات، الجبهه اليسرى عندك واليمنى. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيقدر يعمل ميركاتو كويس جدا جدا في الشتاء، والنادي الاهلي هيبقى متسيد افريقيا ان شاء الله باذن الله والدوري. وان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله، ونبدا يعني نعدل بقى المسار ونبدا نحط كل لاعب في مكانه وما نالفش وما نخترعش. يعني قلنا لما اشتغلنا شويه في الشوط الثاني بدانا نحط كل واحد في حتته وما نالفش وما نخترعش يا جماعه عندنا خط النص اهم حاجه في اي فرقه في العالم، خط الوسط. طول ما انت مسيطر ومهيمن وقابض على خط الوسط
تبقى انت ليك الغلبه في كل شيء، لكن انت طبعا فاقد الهويه في خط النص. خط النص عندك ضايع بمنتهى السوء. الفرقه بتاعت انت مستحوذ، ولكن استحواذ سلبي جدا جدا. النهارده راجل المباراه طبعا من وجهه نظري وبالاحصائيات كمان وبالارقام هو اكرم توفيق، وياتي من بعد منه طبعا اسلام عيسى وكريم العراقي طبعا بالتمرير الاسيست، وكذلك الامر بالنسبه ثاني لاعب بعد منه على طول بالاحصائيات وبالارقام طبعا ياسين مرعي، لانه شال هدف طبعا. يعني كان هيبقى الهدف الثاني لو دخل كان هيبقى عليه العوض منه العوض طبعا في المنتخب، كان هيركبوا الطياره ويجوا. وان شاء الله باذن الله اتمنى التوفيق بقى يعني كمان. الاردن طبعا خلاص كده هي ضمنت الصعود ب6 نقاط، فممكن ما تجازفش معاك في المباراه اللي جايه، وتبدا تريح طبعا بعض اللعيبه اللي عندها الاساسيه علشان خاطر المباراه اللي بعدها هتبقى مباراه 16 طبعا، تبقى مباراه النوك اوت، فهيبدا يريح بعض اللعيبه او بعض العناصر الاساسيه بالنسبه له. فان شاء الله باذن الله يعني نقدر بقى يعني نكسب ونشتغل بقى يا جماعه بالشكل السيء اللي احنا فيه ده. طبعا دي حاجه ما تدخلناش دوره المياه، حاجه كارثيه طبعا بشكل كبير جدا جدا. نتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر فيما هو قادم. وفي الختام سلام.